إخوانكم في اللجنة المنظمة لهذا اللقاء الأساسي تحت عنوان المواطنة الحقيقية لمغاربة العالم رهينة بالمشاركة السياسية. معناه أن موضوع اليوم الموضوع المناقشة هو موضوع حول المواطنة الحقيقية لمغاربة العالم رهينة بالمشاركة السياسية. اختيار هذا العنوان ليس اختيارا اعتباطيا، وإنما اختيار كان نريد من خلاله تحقيق بعض الأهداف المتوخاة، وعلى رأسها أننا نسمع صوت مغاربة العالم في موضوع المشاركة السياسية. بطبيعة الحال هذا الموضوع يندرج أو ينعقد في إطار واحد السياق معين، السياق ديال أن الخطب الملكية توالت وتتوالى حول والدعوة إلى المشاركة مغاربة العالم في المجال الشأن العمومي. إلى جانب هناك استعدادات وتسيير بعض الأنشطة لهذه الفئة في الداخل، دون إشراك هذه الفئة اللي أعتبرها فئة أساسية ومهمة أو طرف أساسي في العملية السياسية. إذا كما جرت العادة أن جميع اللقاءات تطرح واحد الورقة كخريطة الطريق أو ورقة تأثيرية لتأثير هذا النقاش الذي نحن بصدده الآن. أترك الكلمة للأستاذ صلاح الدين المناجي لقراءة الورقة التأثيرية في موضوع المواطنة الحقيقية لمغاربة العالم رهينة بالمشاركة السياسية. شكرا. التجربه اللي عندنا مع الاحزاب ديال المغرب ومع جميع المؤسسات يعني مده طويله حنا نفس الدائره كنرجعوا لها، يعني ما كاينش واحد تجاوز معنا في المطالب ديالنا، لهذا خصنا نتجاوزوهم تماما ونبقاو نتكلموا في الدار نمشيو عند الملك نفسه ونقولوا له هذا اللي كاين، يعني نشوفوا شنو هو ديك الساعه ناخذوا الجواب الصحيح. صافي هذا هو التدخل ديالي. بارك الله فيك. الحضور الكريم نساء ورجال، وشكرا للجنه التنظيميه وشكرا للحراس محمد حساس اللي قبل الطيبين، والشكر كنشكر الاخوه اللي حضروا معنا الممثلين ديال الاحزاب بجميع تلوينها. ولكن غتسمحوا لي شويه غنثقل عليكم ونطلب منكم حسن الاصغاء ورحابه الصدر لو تكرمتم وحبذا لو تفعلوا. بعد الإحساس العميق بالتدمر وخيبة الأمل والإحباط وكسر الخواطر التي وجه بها مغاربة العالم من طرف مؤسسات الدولة برمتها، والتي من فكت تماطل وتناور وتلف وتدور وتخدع وتمكر وتستخف بهم، وبعد الإقصاء المهين الماس بالكرامة الإنسانية والإبعاد والتهميش بأسلوب تحقيري وتعييري والضحك على ذقونهم والترامي على ممتلكاتهم وإصدار قوانين تحمي مافيا العقار التي استحوذت على ممتلكات المغاربة في النهار المبصر والمؤامرة سيدة الموقف. أضيف إلى ذلك عملية الغدر والطعن في خاصرة الجالية بتوقيع معاهدة تبادل المعلومات البنكية الآلي مع منظمة التجارة العالمية. كل هذا خيب آمال مغاربة العالم وجعلهم يشعرون كأنهم جسم غريب عن الهوية المغربية أو ورم خبيث وجب استئصاله. وعلى إثر كل ما سبق ذكره، فإني أرى بكل تواضع أن نخلق جبهة موحدة كما قال الأخ هذا للدفاع عن حقوق مغاربة العالم من أجل التصدي لكل التعسفات والانتهاكات التي يتعرض لها ملايين المغاربة وحبذا يفعلوا. وأخيرا أريد أن أقول كلمة لا أخجل أن أقولها، فمهما كان الغدر والتهميش والإقصاء والإبعاد والمناورات واللف والدوران إلى آخره، فإن التاريخ بجانب الجالية المغربية. إن كذبة الحكومة والبرلمان بلقاء مشهورة، وقد أحدثت إحداثا، يعني الحكومة قد أحدثتم أحداثا وأخرجتم لنا دستورا ولم تنزلوا مضامنه وقوانينه التنظيمية، وقد أحدثنا لكل مناورة منكم جوابا، فمن استهزأ بالجالية استهزأنا به. نشكر بعد الإخوان اللي تفضلوا وجاو زارونا الصوت.
بغاش مشى. انا غادي ندير لكم واحد التخريجه اخرى. كاع نذكروا بلي انا شحال احنا 20 عام احنا كنطالبوا حقوقنا بغيتش. ولا مول الدار ما بغاش، مول الدار ما بغاش، كي غادي نديروا لها؟ عينينا نكتبوا. لا خصنا نشوفوا الواقع قدام عينينا، يعني إلا غادي نبقى ولا النضال يا ودي الله يلعن الشيطان. ولا مول الدار ما بغاش، تحمل المسؤوليه ديالو. سكت علينا سكت. كاميرا شاحنه. انا كنفوق على الفروسي. لا ما عندكش حق، ما عندكش وما عندكش حق سي العلم. لان قالت مول الدار ما بغاش يتحمل مسؤوليته بكل احترام. وما عندكش الحق، انا كنهضر. لا سي العلاوي خذ الصبر، خذ الصبر. تفضل تفضل سي حسن. والمهم انا هذا هو الاقتراح. انا هذا الشيء، هذه هي النقطه اللي راني واصل. يعني انا ما باغيش ندخل في الحيط. سيتو هذا الشيء اللي غنقول. بارك الله فيك سي اسحاق. صراحة ما أحوج مغاربة العالم مثل هذه اللقاءات الهادفة والبناءة واللي تستخدم المصالح ديال الجالية وأيضا تستخدم المصالح الدستورية ديال الجالية. أنا سؤالي هو